في حلقة جديدة من بتوقيت مصر، وفيها الحكومة تعلن تحرير سعر بنزين 95 نهائيا، مطالب برلمانية بتعديل قانون زراعة الأعضاء، وفي النصف الثاني نناقش لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي المثير للجدل مع قناة CBS الأمريكية. تابعونا. أهلا بكم. وزير البترول مهندس طارق الملا قال اليوم انه سيجري بدء تطبيق آلية للتسعير او آلية التسعير التلقائي على بنزين 95، وده هيكون اعتبارا من اول شهر ابريل المقبل. الملا قال كمان ان سعر بنزين 95 قد يستمر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا او انخفاضا عن السعر الحالي. واضاف انه خلال الربع الاول من العام الحالي سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، بالإضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية. وكان نزل في الجريدة الرسمية أيضا يعني فحوى هذا القرار، وده يعني أثار جدل، أثار قلق إنه ده ممكن يكون مقدمة لتحرير باقي المشتقات الوقود، يعني بقى بنزين 92 والسولار وغيره. التأثير ده ممكن يكون إيه؟ هل ده نقدر نسميه استجابة أو رضوخ صندوق النقد الدولي؟ لانه احنا متابعين انه كان في الفتره اللي فاتت في خلاف بين الصندوق وبين الحكومه على تاجيل بعض الاجراءات الاقتصاديه المتفق عليها، وعلى راسها التحرير الكامل للطاقه، على خلفيه ان الحكومه كانت قلقانه من الاضطرابات اللي موجوده في السودان وفي فرنسا وفي غيرها من الدول، على خلفيه يعني زياده الاسعار. لكن واضح انه هذه المحاولات باءت بالفشل، وانه دي مقدمه او قد تكون مقدمه لرفع باقي اسعار مشتقات الوقود. خلونا نحاول نعرف اكثر عن هذه الخطوه. انضم الينا عبر الهاتف الاستاذ رضا عيسى الخبير والباحث الاقتصادي. استاذ رضا اهلا بيك. اهلا بحضرتك. يعني انت شايف الخطوه دي ازاي؟ احنا بنتكلم على تحرير سعر وقود 95 فقط حتى الان، وده هيكون من شهر ابريل المقبل. هل ده ممكن تكون خطوه اوليه او تمهيد لتطبيق يعني او المعامله بالمثل مع باقي مشتقات الوقود قريبا؟ هو المفروض طبعا وفقا لتعليمات صندوق النقد الدولي ان ده بالفعل بدايه. بس بدايه لايه؟ الله اعلم. لان خلينا نتذكر ان اكبر جزء من دعم المنتجات البتروليه في مصر مش في البنزين، في السولار. السولار هو النوع الوقود اللي بيستخدم في سيارات النقل والميكروباصات والمواصلات العامه وما شابه. فربنا يستر على اللي جاي. وان كان لما نتكلم عن موضوع دعم الطاقه لازم نفتكر اصل القصه بعد اذنك يا استاذ سامر. احنا عندنا مقوله ان دايما الدوله بتدعم الطاقه والمنتجات البتروليه، بس الموازنه العامه للدوله في مصر بتكشف ان الحكومه المصريه او وزاره الماليه بتتحصل على الاقل على 3 انواع من الدخول، الايرادات يعني، من هيئه البترول وشركاتها. اولا عتاوه البترول، ثانيا ضريبه الدخل، ثالثا حصه الاسهم او ارباح الشركات. الحقيقه ان ال3 عناصر دول ده بخلاف كمان حاجه رابعه اللي هي ضريبه المبيعات على المنتجات البتروليه بتاخدها من المستهلك. ال4 عناصر دول في الحقيقه بيفوقوا ما يذكر في الموازنه من دعم للطاقه. يعني اذا كانت الدوله بتدفع فلوس الطاقه فهي بتسترد اكثر منها بالتاكيد. كمان في حاجه تانية، هل البنزين 95 مدعم اصلا؟ اعتقد ان البيانات المنشوره بتقول ان البنزين ده اصلا مش مدعم، لان الدوله بتعتبره مخصص للسيارات الفارهه اللي لا تستحق دعم، وده معروف من كذا سنه. ف الموضوع فيه حاجه. طيب سؤال تاني، متى يحرر مرتبات ودخول الموظف والبني ادم المصري عشان ترتبط برضه بالاسعار العالميه؟ ولا هي الاسعار العالميه ماشيه في ناحيه واحده فقط؟ طيب انا في حاجه برضه محتاجه تفهم استاذ رضا، لانه موضوع التحرير ده يعني مش واضح لكتير من الناس. التحرير معناه انه ممكن يعلى وممكن ينزل، ممكن يرتفع وممكن يهبط.
هيتساب بشكل كامل بقى لمين؟ للجنه التسعير اللي هي الحكومه او وزير البترول اللي اتحدث عنها ديت، يعني هي تجتمع مثلا كل 3 شهور وتقول السعر العادل كذا او السعر العالمي كذا، فيبداوا البنزينات وتبدا الشركات تتعامل بيه، ولا الآلية هتتم ازاي بالظبط؟ هو في عنصرين لازم نخلي بالنا منهم. سعر البترول في العالم غير سعر البترول البرنت، وده اصلا في الموازنه الحاليه اللي احنا فيها في السنه الماليه الحاليه كانت الدوله متوقعه يكون $67، بس هو وصل $50. العنصر الثاني هو سعر صرف الدولار، لان من الوارد ان ان البترول سعره يرخص عالميا بس الدولار يرتفع محليا فيضيع التاثير. وان كان في خلال السنه الماليه الحاليه لا الدولار زاد ولا البترول زاد، فالمفترض ان هو سعر ينخفض. بس خلينا نفتكر حاجه، ان الحكومه المصريه بتتصرف دائما وفي خلفيتها عجز الموازنه، في خلفيتها الرغبه في تحصيل اكبر قدر من الايرادات. الفلوس اهم حاجه في الدنيا. ده بيخلي الموضوع مش متوازن، سياسات غير متوازنه. يعني زي ما سألت قلت لحضرتك من شويه، ربطنا سعر الطاقه بالاسعار العالميه، اوكي جميل، ماذا عن الاجور؟ هل يمكن ان نتخيل ان الاجور كمان ممكن ترتبط بالاسعار العالميه او بالطاقه؟ السؤال هنا في خلل ما بين اللي لينا واللي علينا، خلل كبير قوي. هيئه البترول بالفعل بتقوم بمراجعه اسعارها في المنتجات اللي بتبيعها للسفن الخارجيه وللطيارات والدول الاجنبيه باستمرار، انما البنزين والسولار والمازوت بره هذه القصه. طيب في برضه تخوف استاذ رضا، لانه دايما بعد كل رفع منطقي انه مجرد ما يتم التحرير هيكون في ارتفاع في الاسعار، خصوصا البنزين 92 والسولار زي ما حضرتك بتقولي ان هو اللي بيلتهم او اللي بيحصل يعني على نصيب الاسد من دعم الطاقه، لانه بشكل اساسي مرتبط بتكلفه المواصلات، بتكلفه النقل، بما الى ذلك. طيب الى اي مدى الحكومه ممكن تكون عندها خطه، ممكن تكون عندها آلية لان هي تضبط الاسواق بحيث العمليه يعني ما تفتحش زي اللزوم؟ لانه انت عارف مجرد ما ترتفع اسعار الطاقه بتلاقي كل حاجه في البلد زادت، حتى لو مش مرتبطه بشكل اساسي بالبنزين او بالوقود. ازاي يتم السيطره على هذا الامر؟ استاذ تامر، لا توجد رؤيه او رغبه في السيطره على هذا الامر. احنا عندنا قوانين مختلفه تنص على عدم تدخل الدوله في تحديد هوامش الارباح او اسعار البيع، وسواء سلع او خدمات. واذا حضرتك اصريت على هذا الموضوع سوف تتهم عفوا بانك معادي لمناخ الاستثمار. خلي المستثمرين يشتغلوا ويكسبوا، انما ضبط الاسعار احنا لغايه النهارده بنتكلم في هنوزع سيارات متنقله على 1000 شاب. ليه؟ عشان نوفر العرض. اصلا في مصر العرض مش متوازن مع الطلب، او الطلب مش متوازن مع العرض. المنظومه الاقتصاديه بقى لها 40-50 سنه غير قادره على توصيل السلع الغير مدعمه. وانا لا اتكلم عن السلع المدعمه، السلع الغير مدعمه للمواطن العادي في اماكن تواجده، بدليل ان احنا عملنا المنافذ المتنقله عشان تحل مشكله نقص المنافذ. عملنا القوات المسلحه والداخليه بتعمل منافذ، والمنظومه الاقتصاديه مش قادره توصل السلع، برغم ان احنا سايبينهم يكسبوا زي ما هم عايزين. احنا سوق يتميز بتعطيش السوق. تجارنا ومستثمرين ربنا يكرمهم بيفضلوا دايما تعطيش السوق بصفه مستمره. طب ما هو ازاي ده يتم السيطره عليه؟ ما هو ده السؤال المهم. انا دلوقتي لما برفع الاسعار، المواصلات او وسائل النقل بترفع، الفاكهه اسعارها بتعلى لانها بتتنقل بوسائل النقل يعني اللي بتعتمد على الوقود. فايه الادوات اللي في ايد الحكومه تخليها تضبط الايقاع بحيث يعني المواطن لا يتاثر، او اكيد هتاثر لكن الحد الادنى من هذا التاثر؟ الحكومه مش عايزه. ماشي، لو عايزه تعمل ايه؟ لو عايزه يعني ببساطه في دول راسماليه محترمه بتحدد نسبه هوامش الارباح لا تتجاوز نسبه معينه على الاقل في السلع الغذائيه. وفي 30% توتال من المصنع للمستهلك. بس للاسف احنا عندنا سباق في جني الارباح. احنا بنتباهى ان مصر بتحقق تاني اعلى معدل عائد على الاستثمار في العالم.
وكاننا بنغري، بنعمل عرض اغراء للمستثمرين تعالوا واكسبوا. وخلينا نفتكر ان الاستثمار الاجنبي في النهايه بيخرج فلوس من البلد اكتر من فلوس يدخلها. احنا رايحين هو لو مغري للمستثمرين ومفيد للمستثمرين فهو بشكل اساسي يعني بيضر الناس، لانه اللي بيدفع الثمن او هذا الربح المبالغ فيه في النهايه هو المواطن. فده اللي كنا بنسال عليه، ان مهم يكون في تحديد او تصور لايه الخطوات التاليه لتحرير سعر الطاقه والوقود. بشكرك شكرا جزيلا استاذ رضا عيسى الخبير الاقتصادي. الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب قدمت اقتراح بمشروع قانون للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من أكثر من 60 نائب. التعديلات بتأكد أنه يكون بتشدد على أن يكون المتبرع أو التبرع بموجب موافقة أو وصية موثقة بالشهر العقاري، والتأكيد على التحقق من ثبوت الموت ثبوتا يقينيا يستحيل بعده عودته إلى الحياة، وبالتالي إلغاء اللجنة الثلاثية لأنها بيشوبها عوار دستوري بحسم المشرع الدستوري قضية نقل الأعضاء من المتوفي، حيث أكد أنه النص الحالي بيأكد أنه يتم النقل من إنسان ميت موتا يقينيا، ومن ثم أصبح دور اللجنة الثلاثية مخالفا للنص الدستوري. أنه في لغط كتير بخصوص نقل الأعضاء، كل ما تفتح الموضوع أو يفتح الموضوع بتلاقي كلام كتير ومحدش فاهم حاجة. خلونا نحاول نفهم من الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء. برحب بيك يا دكتور. وهل ترى أنه القانون رقم 5 لسنة 2010 محتاج إلى تعديل فعلا المختص أو المتعلق بنقل الأعضاء؟ دكتور خالد معنا؟ طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال بالدكتور خالد سمير لحد ما يرجع لنا. احنا كنا بنتكلم على فكره اللغط اللي بيثار حوالين نقل الاعضاء كل ما يطرح الموضوع فيه مشاكل كتير، لكن الموضوع جوه مجلس النواب واصل لفين. خلونا نروح للدكتور مجدي مرشد عضو لجنه الصحه بالبرلمان. برحب بيك يا سياده النائب. اهلا، مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هل ترى من وجهة نظرك انه قانون نقل الاعضاء في حاجة ماسة الى ادخال تعديلات عليه، وايه هي التعديلات اللي يجب ان تدخل عليه؟ هو الحقيقه القانون 5 لسنه 2010 قانون الى حد كبير جدا متفق مع كل القوانين اللي موجوده في العالم لزرع الاعضاء، وفي نفس الوقت تم تعديل على قانون زرع الاعضاء في 2017 على نفس القانون ببعض البنود في زياده العقوبات في حاله الاتجار بالاعضاء، او في حاله اخذ الاعضاء عنوه، او في حاله انه يكون اتخذ باسلوب غير سليم. فالعقوبات زادت بشكل يمنع الحقيقه انه حد يعمل حاجه بهذا الشكل. فالقانون في حد ذاته قانون الى حد كبير جدا معقول ومقبول ويكفي بس ان يطبق. لكن الحقيقه احنا بنتكلم وبنغير في قوانين كثيرة جدا على الرغم من انه فكرة زرع الاعضاء والتبرع بالاعضاء اصلا غير موجودة في مصر. طب ايه العوائق بقى اللي قدام هذه الفكرة يا دكتور؟ لا، ده امر مرتبط بالثقافة وامر مرتبط بان احنا نبث روح التبرع عند الناس من خلال وزارة الثقافة، من خلال وزارة الصحة، من خلال الإعلام، من خلال المساجد، من خلال الكنائس. هو ده اللي احنا محتاجينه أكتر من القوانين. القوانين الحقيقة معقولة جدا، متفقة مع كل القوانين العالمية، مش محتاجة حاجات كتير. إذا كان الاحتياج للاختلاف ما بين وجود لجنة ثلاثية أو إنه يبقى الموت الأكيد المتأكد منه، مفيش مشكلة. اليقيني مفيش مشكلة خالص. احنا كنا بنتكلم على الموت الكلينيكي والموت جذع المخ وحاجات إلى حد ما علمية وطبية دخلت في متاهات كثيرة. لو احنا عايزين نعدل جزئية الموت اليقيني مفيش ما يمنع اطلاقا، بس المهم الفكره ان يترك شخص وصيه بتبرع بعضو قبل ما يموت، لانه في كل الحالات احنا لن نجد اعضاء انه لن يتبرع احد الا بتغيير ثقافه. طب ما هو ده مقترح برضو ان هو يكون التعديل بموافقه او وصيه موثقه في الشهر العقاري. هو على فكره حضرتك التعديل بموافقه او وصيه موثقه ده موجود في القانون 5 لسنه 2010. لكن يمكن الجزئيه الوحيده اللي فيها نص على انه التبرع يكون بدون موافقه
دي بتخص التبرع بالقرنيه او تخص اخذ القرنيه كنسيج وليس عضو. ده في القانون 103 لسنه 63. لكن القانون 5 لسنه 2010 بينص على انه زرع الاعضاء لابد من موافقه موثقه، وفي نوع من التشديد في هذه الموافقه. الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش هذه الموافقه هي زرع القرنيه او نقل الدم. هو انت اشرت لنقطه مهمه جدا يا دكتور، وهي انه احنا بنتكلم على حاجه ما حصلتش اصلا. يعني احنا بقالنا بنتكلم في 9 سنين اهو صدر القانون، ويمكن الحالات اللي عملت توثيق بالفعل يعني يمكن تعد، يعني ما فيش. لا انا معدوده يا فندم. انا بقول لحضرتك انه من سنه 2010 صدر هذا القانون، وقانون شامل جامع، ولم يحدث حالات تبرع اكثر من 4 حالات. طيب كانوا حالتين وزادوا حالتين. كان في عائق بقى دايما فكره الثقافه الدينيه. في ناس بتعتبر انه التبرع بالاعضاء حرام، رغم انه المؤسسات الدينيه طلعت فتاوى وقتها وقالت انه حلال وشجعت على ده. لكن يمكن من وقتها ما فيش الدعم القوي من المؤسسات الدينيه. التشجيع المؤقت ليس حلا. انا محتاج باستمرار، لانها ثقافه مترسخه كمان، فمحتاجه وقت عشان تروح، محتاجه وقت طويل، ومحتاجه تكرارها، ومحتاجه انها تبث بين الحين والاخر، مش مره واحده وننساها. انا محتاج دايما في الحديث الديني انه اذا جنحنا الى موضوع التبرع ان احنا نقول انه لا مانع اطلاقا من احياء نفس، وان الانسان اللي بيموت ده خلاص بينتهي، من الممكن جدا انه يحيي واحد تاني، ونضرب الامثله بهذا الشكل، وتكرر مرارا وتكرارا الى ان ترسخ في ذهن المواطن ان ده هو الصح. هي محتاجه كده، والا من 2010 ل 2018 لم يحدث جديد. واحنا عمالين بنبذل الجهد ونضيع الوقت في تعديل قوانين، وفي اخراج قوانين، وفي انتاج قوانين. طب ليه الجهد ده يا دكتور ما يتمش استغلاله بقى من جانب النواب؟ الحكومه موجوده في البرلمان، وزير الاوقاف موجود، الوزراء المختصين، المسؤولين عن الاعلام موجودين. ليه البرلمان مش بيستخدم ادواته ان هو يشجع على ده؟ طبعا دعينا وعملنا لقاءات مجتمع مدني وحوار مجتمع مدني، ودعينا فيه الى هذا الامر، ان يتولى الجميع، ثقافه وسلطات دينيه وجهات دينيه والاعلام والجميع يتولوا نشر هذه الثقافه، والتعليم ايضا. يعني المفروض وزاره التعليم كمان تبث هذه الثقافه في التلاميذ من الصغر. فكره التبرع والعمل التبرعي والتطوعي لابد ان تبث اكثر في المجتمع. تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي مرشد، عضو لجنه الصحه بالبرلمان، على هذه يعني التوضيحات. خلينا برضو نحصل على مزيد من التوضيحات من الدكتور خالد سمير عدلنا، يعني عضو مجلس نقابه الاطباء. دكتور خالد برحب بيك. والدكتور مجدي مرشد الحقيقه اشار انه حتى لو في تعديلات يعني مقبوله ما فيهاش مشكله عليها فيما يتعلق بالقانون، لكن الاهم تفعيل القانون على الارض، لانه من وقت ما تم اقراره ما فيش اصلا تبرع بيتم بشكل يعني مكثف. طبعا القانون فيه مشاكل، احنا ما نقدرش نقول ان القانون ما فيهوش مشاكل. القانون طبعا من حيث الشكل حدد طرق التبرع وجعلها بين الاقارب بالاساس، وضع شروط مغلظه على التبرع من غير الاقارب، يعني صرح بالتبرع من المتوفين. لكن المشكله الاساسيه في القانون انها لم تعرف ما هو الموت. عاده في كل البلاد الاخرى هناك تعريف واضح للموت، تعريف قانوني يتم يعني تحديد وفاة الإنسان عن طريق أشياء محددة بيقوم بذلك أطباء ويشهد عليه إما قانونيين أو مفوضين من قبل قانونيين في المستشفيات، وعلى أساس ذلك يبدأ التبرع بالأعضاء من المتوفين الذي يمثل المصدر الأساسي للأعضاء في كل أنحاء العالم من المتوفين. مشكلة مصر أنه لا يوجد تبرع بالأعضاء من المتوفين بشكل جدي. حتى اللي كان موجود وهو التبرع بالقرنية تم إغلاق بنوك القرنية الأربعة واحد وراء الآخر بسبب يعني حملات إعلامية شديدة جدا جدا تدعي أنه بيتم سرقة المتوفين وتشويههم، يعني الإعلام برضه بيلعب دور سلبي من ناحيتين. الناحية اللي بقول لحضرتك عليها دي، والناحية الثانية إن إحنا برغم أن كل الهيئات الشرعية في مصر الرسمية كمجلس أعلى للبحوث الإسلامية والأزهر والكنيسة
يعني أدلوا بدلوهم بشكل واضح جدا جدا وأحلوا تبرع الأعضاء من المتوفين، إلا إن الإعلام من وقت لآخر بيستدعي ناس لهم آراء يعني أعتبرها متطرفة في هذا الموضوع، بتحرم ده. بتحرم ده. بس انت اشرت انه المؤسسات الدينيه الرسميه يعني اقرت بجواز ده، لكن اللي كان بيتكلم فيه الدكتور مجدي واللي يعني واضح انه مفيش تاكيد ومفيش تكثيف لهذه الدعايه، يعني اتقالت مره مرتين وخلاص، مفيش استمراريه للتاكيد على هذه الرساله، خصوصا زي ما حضرتك بتقول انها بتواجه برسائل مضاده، فمحتاجه تاكيد. ما هي المشكول مش تاكيد. المجمع اصدر يعني تم استقصاء رايه بشكل رسمي واصدر فتوى في ذلك الموضوع، ومصر الدوله الوحيده في الدول الاسلاميه الان التي لا يوجد بها تبرع بالاعضاء من المتوفين. يعني المملكه العربيه السعوديه فيها نقل قلب من سنه 1986، يعني احنا تاخرنا حوالي 40 سنه عن باقي الدول الاسلاميه. لا يوجد دي على ارض الواقع، بس هو موجود قانون. زي ما قلت لحضرتك القانون فيه مشكله كبيره، انه يحدد مثلا ان احدى مواده وان هناك لجنه تتكون من 3 اطباء استشاريين في مجالات القلب وجراحه القلب والتخدير وجراحه المخ والاعصاب او المخ والاعصاب، عليها دور تحديد وفاه المريض، لكنه لم يحدد ما هي الشروط. انا النهارده انا راجل استاذ في جراحه القلب، اذا استدعيت الى لجنه ثم قررت ان المريض توفى وفاه دماغيه ولا يوجد هناك يعني شروط قانونيه لذلك، ثم يرفع اهل المريض علينا دعوى بعد ذلك ان المريض كان حيا واننا قتلناه لاخذ العضو، ولا يوجد ما يحمينا في القانون. فهي دي المشكله. يعني انت كده موافق على التعديل اللي بتقترحه الدكتوره شيرين، انه هذه اللجنه يتم الغائها اصلا؟ اي لجنه التي يتم اللجنه الثلاثيه، ما هو من بين التعديلات اللي هي لانها الغاء اللجنه الثلاثيه لانها يشوبها عوار دستوري بحسم المشرع الدستوري قضيه نقل اعضاء من المتوفي. لا طبعا الكلام ده غير حقيقي. يعني في كل بلاد العالم هناك لجنه موجوده، لازم يكون طبعا على مستوى القطر بيكون في زي مؤسسه مسؤوله عن موضوع التبرع بالاعضاء تنسق وتضع المحتاجين للاعضاء على قوائم الانتظار وتردها البلاغات بوجود وفاه دماغيه حتى يمكن التنسيق زي كل بلاد العالم. وهناك لجان فرعيه في كل المستشفيات المصرح لها بنقل الاعضاء تقوم باختبار المريض وتطبيق القوانين او اللوائح الموجوده عليه. يعني التعديل يا دكتور اللي حضرتك مهتم بيه انه يكون في حمايه للاطباء اللي هم لا يكون في تعريف للموت، لازم يكون في تعريف قانوني للموت الدماغي، لان حتى الان لا يوجد تعريف قانوني ولا يوجد حمايه للتبرع بالاعضاء من المتوفين، ويمكن قانونيا يعني مواجهه اي طبيب يشترك في ذلك وسجنه او اعدامه حتى طبقا لنفس القانون لاتهامه بسرقه الاعضاء او الاستبداد تم القتل يعني في النهايه يعني ممكن يتهم القتل في النهايه. ولا يوجد على فكره ولا يوجد لدينا حتى الان بنوك اعضاء. يعني المفروض حتى مع اصدار القانون كان يتم انشاء بنوك اعضاء، يعني ما عندكش حتى البنيه التحتيه اللي هي تمكنك حتى يتم نقل الاعضاء التي تم جمعها اليها. لكن كل ده مش موجود، فالقانون نظري حتى الان ولا يوجد يعني صيغه تنفيذيه يمكن تطبيقها به. تمام. يمكن تطبيقه بها. تمام يا دكتور، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد سمير عضو مجلس نقابه الاطباء. هنروح لفاصل صغير وهنرجع علشان نناقش الموضوع الاهم اللي شاغل الناس من يعني الساعات الاولى من صباح اليوم، وهو حوار الرئيس السيسي مع قناه CBS الامريكيه. خليكم معانا. حالة الفقر في المنطقة يعاني منها الكثير بعد أن كان مأوى لفقراء في حي للأغنياء مشهور بالفقر وبيتعاملوا معهم كناس درجة ثالثة، أصبح اليوم رمزاً للمأساة. لا إله إلا الله، ادعوا لنا بالستر إن شاء الله، ربنا يحفظنا بحفظه يا رب. برج جرينفيل، الشيء المريح وقوفنا مع بعض. الجار الغريب، الأربعاء 8:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
اهلا بكم مره تانية في بتوقيت مصر. يمكن كتير من المصريين امبارح فضلوا سهرانين يمكن الساعه 3 فجرا، مش عشان يشوفوا مباراه كره قدم ولا علشان يعني مرتبطين بالتزام ما، لكن علشان يشوفوا حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قناه CBS الامريكيه. ويمكن اللي خلى ناس كتير تبقى مهتمه بهذا الحوار الدعايه المكثفه اللي عملتها القناه قبل اذاعه الحوار، وعنونته بانه الحوار الذي لم تكن تريد السلطات المصريه ان يظهر على التلفزيون. فده وبرضه بعض المقتطعات او المقتطفات في البرومو الخاص بالحلقه اللي بيتكلم فيها الرئيس عن العلاقه مع اسرائيل، على المعتقلين السياسيين، فهي موضوعات يعني ساخنه. كانت في توقعات كتيره انه تكون هذه الحلقه او يخرج الناس بهذه الحلقه بكثير من المفاجآت ومن الاجابات يعني غير المعتاده، لكن الواقع على ارض الواقع انه ده ما حصلش. يمكن الطموح كان اعلى بكتير قوي من اللي حصل او من ال 13 دقيقه اللي شافوهم الناس امبارح على قناه CBS، وان كانوا ما زالوا مهمين لان كان فيهم اكتر من محور مهم. على المحور الاعلامي عندنا اسئله عن طريقه اداره القناه للموضوع، اداره الحوار، اداره المذيع والاعلامي للحوار، اللغط اللي اثير حوالين طلب مصر ان هي تلغي او تعيد تسجيل الحلقه من جديد، تصرف القناه واصدار البيان اللي بيكشف ده. على الجانب السياسي بقى كان في كلام كتير قاله الرئيس مش جديد، لكن مهم ان احنا نقف عنده، والتاكيد والاصرار على انه ما فيش في مصر معتقلين سياسيين، وانه كل المعتقلين، طبعا ما قالش ارقام، لكن انه كل المعتقلين او المحبوسين هم على ذمه قضايا تخص الارهاب او تتعلق بالارهاب، وانه ايا كان العدد فمن حق مصر ان هي تتعامل معاهم بالشكل اللي ترتقيه السلطه القضائيه فيها. اتكلم كمان عن العلاقه مع اسرائيل وان هي افضل علاقه باسرائيل على مدار او عبر العصور الماضيه. فالحقيقه في اكتر من زاويه ممكن نقف فيها. كمان الضيوف اللي خرجوا واتكلموا او يعني المداخلات اللي اتخذت منهم خلال او على هامش هذا الحوار. ففي اكتر من حاجه محتاجين نقف فيها مع مختصين في كل مجال. علشان كده هنشوف تقرير عن هذا الواقع او عن هذه الحلقه، ونعود لنستقبل ضيوفنا ونحاول ان نفهم ماذا حدث. Can you hear me? Okay. حضرتك سمع. أيام من الترقب والانتظار انتهت بمقابلة لا ترقى إلى ما روجت له قناة CBS الأمريكية بعد أن كشفت محاولة السفارة المصرية منع بث لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على برنامج 60 Minutes الحواري. قبل إذاعة اللقاء كاملا أمس روجت القناة للقاء بالتنويه بأنه قد يكون أصعب لقاء للسيسي حتى الآن وأكثرهم ضراوة، من خلال أسئلة لأول مرة توجه للسيسي على مثل هذه المنصات، مستعينا بلقطات للسيسي وهو يتصبب عرقا وكأنه في استجواب لم يستطع تحمل قسوتها. ولكن الأسئلة لم تكن جديدة، وإجابات السيسي لم تختلف عما قاله منذ توليه الرئاسة، منها على سبيل المثال نفيه وجود سجناء رأي أو معتقلين سياسيين في مصر، على الرغم من وجود أدلة صارخة ضد ذلك. كما أكد السيسي كعادته على أهمية تقديم الدعم الغربي له لضمان الاستقرار، ولم يمنع السيسي أيضا إبراز علاقته الجيدة وتنسيق إدارته مع إسرائيل. اللقاء في حد ذاته لم يأتي بجديد إلا من خلال إبراز التناقضات في رواية الحكومة المصرية إزاء أحداث فض رابعة، حيث قال السيسي أن معتصمي رابعة كانوا عبارة عن وحدة قتالية مكونة من آلاف المسلحين، في حين رصدت وزارة الداخلية وجود 12 سلاحا فقط بعد الفض. بالنسبة للمشاهد المصري أو المتابع للشأن المصري، اللقاء لم يلقي الضوء على موضوعات كانت غامضة ولم يكشف أي أسرار. ليبقى السؤال عن سبب محاولة السفارة المصرية منع بث هذا الحوار. خلونا نرحب في البداية عبر الأقمار الصناعية من واشنطن بالأستاذ محمد المنشاوي الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، برحب بيك في بتوقيت مصر، وخلينا في البداية كده ادينا انطباع أو يعني عنوان عن مدى اهتمام الرأي العام والشارع الأمريكي والسياسيين الأمريكان بهذا الحوار. هل حظى بزخم قريب مما حظى به في مصر؟ نعم، الإجابة المختصرة نعم. ليه؟ لأن البرنامج أذيع في أهم برنامج إخباري في الولايات المتحدة وربما في العالم. 60 Minutes أو 60 دقيقة هو أكثر برنامج يتم مشاهدته
من النخبة السياسية الأمريكية. 14 مليون مواطن أو شخص يشاهدون هذا البرنامج أسبوعيا، ولا يسبقه أي برامج أخرى في التلفزيونات الأمريكية إلا المباريات الرياضية. خلفية يعني محطة CNN يشاهدها في البرايم تايم في وقت الذروة الساعة 9:10 مساء أقل من 3 ملايين مشاهد، وفوكس نيوز الأكثر مشاهدة في أمريكا أقل من 4 ملايين مشاهد. لكن هذا البرنامج 14 مليون، وهذا رقم كبير بالنسبة لمشاهدي البرامج السياسية الأمريكية، وهو برنامج نخبوي بامتياز. كل الضيوف من العيار الثقيل، وبرامجهم تحقيقات استقصائية قوية جدا وعميقة يستغرق العمل في كل حلقة عدة شهور أو أسابيع على أقل تقدير. والأهمية أيضا تنبع من توقيت العرض، التوقيت الذي جاء بالأمس 6 يناير، ومع وجود مجلس نواب جديد بأغلبية جديدة، أغلبية تسيطر عليها الحزب الديمقراطي، الحزب المعارض للرئيس الأمريكي، والحزب الذي اقترحت ميزانيته التكميلية منذ 4 أيام أن يتم تخفيض المساعدات العسكرية المقدمة لمصر ب 300 مليون دولار لتصبح مليار دولار فقط بدل مليار و300 مليون دولار، وأن يتم أيضا وضع مشروطية على 300 مليار أخرى من هذا المليار. تتطلب شهادة من وزير الخارجية أن مصر تسير على المسار الديمقراطي الصحيح، وتقلص علاقاتها العسكرية مع كوريا الشمالية، وهي قضية هامة جدا للكونغرس الأمريكي. فالتوقيت هام، والأكثر أهمية أيضا أنه جاء في الفقرة الثانية من الحلقة. الفقرة الأولى جاءت فيها عضوة برلمانية جديدة، نجمة ساطعة في سماء السياسة الأمريكية، ألكسندر كورتيز، وهذا استدعى أن يشاهدها الملايين الأمريكيين خاصة من أعضاء الكونغرس الجدد ومساعديهم. والرئيس السيسي وفقرته جاءت بعدها، فكان هناك مشاهدة أكثر من العادي وتركيز أكثر من أعضاء الكونغرس ومساعديهم على هذه الفقرة الهامة جدا التي ظهر فيها الرئيس السيسي. طيب ده أستاذ محمد يدينا انطباع أنه على ما يبدو الرئيس السيسي وفريقه يعني كان مستهدف الظهور في هذا البرنامج باعتباره الأكثر مشاهدة، ومن ثم هو يقدم نفسه للرأي العام الأمريكي وللساسة الأمريكيين. ده لأنه ده يفسر اختيار القناة اللي كتير من الناس كانت مستغرباه يعني، أو شايفة أنه هو عليه علامات استفهام. بالطبع إذا أردت أن يكون لك شرعية في العاصمة الأمريكية وفي الولايات المتحدة، شرعية وأن تنضم إلى نادي الكبار، النادي الذي ضم سابقا أكبر أهم زعماء العالم من تتفق معهم أمريكا أو تختلف، الإمام الخميني، الرئيس كاسترو، رؤساء الصين، رؤساء الاتحاد السوفيتي، الرؤساء العرب والمصريين، ورؤساء الوزراء الإسرائيليين. هذا من الشق السياسي. نجوم العالم الكبار يظهرون في هذا البرنامج. ليس هناك ضيف ليس له أهمية عالمية أو إقليمية، وليس فقط في مجال السياسة لكن أيضا في مجالات الاقتصاد والعلوم والرياضة. كل نجوم العالم والفن يسعون للظهور في هذا البرنامج. فإذا كنت تسعى لهذا هذه المكانة النخبوية العالمية، عليك أن تكون في برنامج 60 دقيقة، لكن عليك أيضا أن تتحمل عواقب هذه هذا الظهور وهذه التكلفة أن هناك أسئلة لا يتم مشاركتها مع الضيف، وهناك أسئلة من العيار الثقيل، وإذا كان هناك ما يعيب أو ما لا تستطيع الرد عليه لا يجب أن تكون في هذا البرنامج. هناك لا هناك أي قيود على الأسئلة ولا على المشاركين أيضا في الفقرة. الفقرة ليست فقط قاصرة على ضيف واحد، هذا لا يعرفه الضيف فيها عند التسجيل، هذا متروك بحرية كاملة لفريق الإعداد، يستدعي ضيوف آخرين إذا أراد، يستدعي معارضين للرد على ما يقوله هذا الضيف أو ذاك. فهناك تكلفة سياسية إذا لم تكن تحسبها جيدا فعليك بعدم الظهور. مهمة نقف عندها أستاذ محمد، لأنه كتير من الناس كانت استغربت وجود ممثلين عن جماعة الإخوان ومعارضين سياسيين في وسط حديث الرئيس. يعني ده بيكون معروف من جانب أثناء الاتفاق على الحلقة إنه من حق فريق العمل ومن حق البرنامج إنه يجيب أي حد هو يرتقيه إنه يضيف للحلقة، وده بيكون عارفه الضيف. هذا هو نمط هذا البرنامج.
فأعتقد أن الرئيس قد لا يلام شخصيا لكن مستشاريه من يدعون أنهم يعرفوا الولايات المتحدة والإعلام الأمريكي، أعتقد أنهم وضعوا الرئيس في موقف محرج كما رأينا كلنا أمس. هو أكيد لم يكن ليرضى أن يكون يعاقب على كلامه عضو من جماعة الإخوان أو معتقل المصري السابق أو حتى مسؤول أمريكي. هو لا يريد أن يكون وحيدا طبعا في هذا البرنامج ويأخذ الشو كله، يعني كل التركيز يكون عليه، لكن هذا ليس هو نمط 60 مينتس. وإذا كان الفريق المساعد للرئيس والدبلوماسيين الأمريكيين المصريين في واشنطن ونيويورك أدركوا ذلك لما ظهر في هذا البرنامج. أنا أستغرب أن هذا لم يكن في الحسبان وأن يكون هناك أي مفاجأة من أي نوع، لكن كما اكتشفنا جميعا أن الدبلوماسيين المصريون طلبوا بإلغاء هذا عرض الحلقة بعد ساعة من انتهاء التسجيل منذ سبتمبر الماضي ولم يوافقوا في ذلك. يعني ده حصل سريعا جدا بعد نهاية الحلقة. طيب خليك معايا يا أستاذ محمد لأنك فتحت الحقيقة محاور مهمة جدا للنقاش. خلينا نروح للأستاذ عبد العظيم حماد الكاتب الصحفي. أستاذ عبد العظيم برحب بيك. أستاذ محمد مش هيوضح لنا إنه ده فورمات البرنامج وده الطريقة اللي بيخرج بيها البرنامج أيا كان الضيف، ومن ثم غريب شوية الحديث اللي اتقالت إنه أو محاولة تصدير الموضوع على إنه مؤامرة أو محاولة لإحراج الرئيس، في حين إن ده واضح إنه ستايل البرنامج وطريقة عمل البرنامج، والمشكلة في من لم يعرفها أو عرف بها وقبلها وليس في البرنامج نفسه. بالتأكيد ده كلام مظبوط 100%. يعني أنا وافقك تماما، وافق الأستاذ المنشاوي تماما، لأنه أنا لو تذكر سألت قبل ما نطلع لو هو دي الطريقة المعتادة للبرنامج، الفورمات هو بيقدم انترفيو اكسكلوسيف مع الضيف خصوصا لما يبقى رئيس جمهورية، ولا بيعمل تعليقات ومداخلات واستقصاء وتحقيق ووجهة نظر أخرى. احنا ما جرتش العادة في ثقافتنا العربية الجميلة يعني إنه رؤسائنا يعاقب على كلامهم ويؤخذ منهم ويرد علنا يعني. وبالتالي ده الموقف جديد علينا. وفعلا المستشارين الإعلاميين في الرئاسة وفي المخابرات وفي الخارجية وفي هيئة الاستعلامات كان مفروض انهم ينبهوا الرئيس وينبهوا مكتب الرئيس الى الطبيعة الخاصة لهذا البرنامج، خصوصا انه واحنا ليه بنفترض يا استاذ عبد العظيم ان ده ما حصلش؟ موارد انه ده حصل فعلا وتم وضعه امام الرئيس ووافق على اساس ما قال محمد المنشاوي. لا اظن لا يعني انا ما عنديش معلومات، لكن لا اظن انه في رئيس في مصر يعني، وخصوصا في ظروف يعني مؤكد انه المذيع والبرنامج والمعدين والسياسات العامة لن تتفق تماما مع السياسة، خصوصا الأوضاع يعني خلافية حتى من وجهة نظر كثيرين يعني. وبالتالي ما أعتقدش أن الرئيس كان تبقى الصورة دي واضحة أمامه ويوافق يعني. طب حضرتك كصحفي بس في نقطة بقى مهمة، احنا عموما في تجاربنا السابقة يعني طول الوقت يعني من زمان جدا يعني ما عندناش ثقافة الإعداد لمواجهة الرأي العام محليا او خارجيا حتى يعني. لا ولا اعداد مؤتمر صحفي ولا اعداد، بمعنى انه ما عندناش ثقافه انه حتى يعني انا لما بقول ده مش بقول رئيس الجمهوريه بس، يعني حتى وزراء الخارجيه حتى المتحدثين الرسميين ما عندوش ثقافه انه يتوقع الاسئله ويعمل بروفه مسبقه عليها كما لو كان هيؤدي دور، ويجي ويستدعي يعني خبراء يوجهوا له الأسئلة بشتى الطرق وفي شتى الموضوعات ويفاجئوه بما لا يتوقعه. ما عندناش هذا عموما. الثقافة دي ليست موجودة عندنا. سببها
يعني طبعا سببه معروف انه في واقع الامر لا احد من مسؤولينا من فترات طويله، يعني الكلام ده من عصور سابقه يعني. وبالتالي ما فيش التراكم ده. لا، الراي العام ليس مشاركا او ليس مهما في صنع السياسات ولا في تغييرها، ليس مهما كما هو الحال في الغرب يعني. وده طبعا بانه الانتخابات مش هي الحاسمه، ولانه في اشياء كثيره تصنع هذا، فضلا عن انه الاحتراف قل. يعني مستوى الاحتراف والمستوى المهني في ادائنا عموما في كل الاتجاهات يعني تدهور في ال 20 30 سنه الاخيره بشكل مروع يعني. طيب يعني اتفضل. طب تقييمك اخيرا استاذ عبد العظيم لاداء المحاور، كيف تمت اداره الحوار من وجهه نظرك؟ هل كانت موفقه ام لا؟ بغض النظر عن اي راي سياسي في القضايا، المحاور بدا كما لو كان يعني مدفوعا الى انه يعمل محاكمه. يعني مساله انه من الوارد جدا انك انه يعني تنقل اتهامات الى ان شاء الله الى رئيس جمهوريه، من الوارد انك لكن تنقلها بهذه اللغه وبهذه الطريقه وبلغه الجسد التي يعني تظهر انك في صف اتهام رئيس الجمهوريه الضيف. هذا لا يليق، هذا مهنيا لا يليق، وهذا سياسيا لا يليق بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى. ففي تحفز وفي شكل محاكمه وفي ما هو ده ياخدنا لسؤال مهم. استاذ عبد العظيم اسمح لي انقله للاستاذ محمد منشاوي. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد العظيم حماد. استاذ محمد منشاوي، استاذ عبد العظيم شايف انه كان في حاله من التحفز من يعني ما يشبه المحاكمه في اداء المحاور. السؤال المهم هنا، هل ده الطبيعه للبرنامج؟ هل بيحصل ده مع كل الضيوف ايا كانوا بصرف النظر عن مسمياتهم يعني، ولا ده كان زايد شويه في حلقه الرئيس السيسي؟ لا، الأسئلة بتختلف باختلاف الضيف وسجله وعلاقته بالشعب وبالأسئلة وبالإطار العام للمقابلة. الرئيس ترامب والرئيس أوباما أيضا أول ظهور لهما بعد الفوز في الانتخابات والاثنان على طرفي النقيض ظهروا في برنامج 60 Minutes، في هذا البرنامج الذي كان فيه الرئيس السيسي أمس، وهذا ليس مجاملة منهم لكن لإدراكهم لأهمية هذا البرنامج. وأعتقد أن في الحالتين تم توجيه أسئلة شديدة القوة، وهوجم الرئيسان أو الرئيسان الجدد حين ذاك أوباما وترامب بشدة من مقدمي البرنامج. حتى رئيس ترامب عندما فاز بالانتخابات وظهر مع أحد المذيعات المشهورات هناك قال لها كيف تتحدثين إلى الرئيس القادم بهذه الطريقة. فما حدث مع الرئيس السيسي ليس استثناء، لكن هو كان هناك إعداد جيد، والإعلام الأمريكي والإعلام المستقل عموما لا يتحدث عن إنجازات أو عن سياسات بس الإجابات فيها معروفة. غالبا يتم السؤال الناس شافت حوارات زي مع بن سلمان، محمد بن سلمان، وزي مع روحاني، وهم أيضا شخصيات مثيرة للجدل وسجلهم ليس هو الأفضل. نعم. لكن حالة التحفز دي ما كانتش موجودة في اللقاءين. نعم، لكن أؤكد لك إذا كان هذا اللقاء قد أجري مع الرئيس السيسي منذ 2 أو 3 سنوات لن تكون الأسئلة بهذه الطبيعة وبهذه الطريقة التي قدمت أمس. الإطار مختلف تماما كما ندرك جميعا، وكما ذكر الضيف الأمريكي في المقابلة أمس المسؤول الأمريكي أندرو ميلر أن الانتهاكات في مصر لم تقتصر فقط على القوى الإسلامية المعارضة ممثلة في جماعة الإخوان، بل امتدت إلى ممثلين وشعراء وفنانين كما ذكر، وعلى القوى المدنية العلمانية. فأعتقد أن الإطار هو الذي دعا إلى هذه الأسئلة. إذا كان هذه الأسئلة جاءت في عام 14 أو 15 لن تكون بهذه الحدة. أعتقد أن الوضع المصري هو ما استدعى الضغط والظهور بمظهر محاكمة للرئيس المصري في هذا اللقاء. طيب أنت قلت أنه الخضوع لهذا البرنامج والظهور في هذا البرنامج سلاح ذو حدين. زي ما أنت ممكن تخرج منه فائز بتقديم نفسك بشكل جيد جدا للرأي العام الأمريكي، أيضا ممكن تخرج خاسرا. من وجهة نظرك هل خرج الرئيس السيسي فائزا أم خاسرا بعد هذا اللقاء؟
لا أعتقد أن الرئيس فشل فشلا ذريعا في مقابلة الأمس. إذا كان الهدف هو الظهور بمظهر محدد أمام الرأي العام الأمريكي فهذه معركة خاسرة. أعتقد أن الأسئلة وطريقة الإجابة والضيوف الآخرين وطريقة الإعداد والطريقة التي بثت بها الحلقة كاملة في 14 دقيقة لم تكن تمثل أي عنصر إضافي أو إيجابي للرئيس المصري هنا في واشنطن. تمام. طيب أستاذ محمد، يعني هل الموضوع مقتصر على الرأي العام؟ هل شفت تعليقات من شخصيات عامة مشهورة، من يعني أعضاء في الكونجرس، صناع قرار يعني وصناع رأي وكتاب صحفيين تجاه هذه المقابلة سلبا أو إيجابا؟ كان هناك الكثير من التعليقات السلبية لأداء الرئيس المصري والكثير من الإشادة بالبرنامج. ونقطة هامة جدا، الرئيس المصري والنظام المصري ليس له شعبية في نخب واشنطن السياسية. العلاقة فقط استراتيجية مع البيت الأبيض والإدارة الأمريكية الحالية، لكن مصر خسرت الحزب الديمقراطي للأسف ولسوء التخطيط من جانب القاهرة والنظام المصري خسر الإعلام الأمريكي الرزين. لا يمكن أن نجد افتتاحية تمتدح أو تتعرض إيجابا لما يحدث في مصر بسبب السلوكيات المصرية والانتهاكات ضد الحقوقيين والمعارضين. وأعتقد أن النخب السياسية أيضا في مراكز الأبحاث السياسية وفي الكونغرس أصبحت تنظر نظرة سلبية جدا إلى النظام المصري. فمن الصعب جدا أن نجد من يتحدث بإيجابية عن النظام المصري في ضوء الوضع الموجود في مصر حاليا. لا، الكل يدرك أن ليس هناك عملية سياسية في مصر، وأن كل ما يحدث هو عمليات تجميلية فقط للبقاء على الوضع كما هو عليه. والكل يدرك أيضا أن هناك خطط للتعديلات الدستورية ولإبقاء الرئيس، وهذا صعب جدا الدفاع عنه في مكان زي واشنطن وفي إعلام يقوم بمهامه كما يجب. الإعلام هنا إعلام مستقل لدرجة كبيرة جدا، ومن الصعب جدا الدفاع عن تجاه النظام المصري. في ناس ربطت بين هذه الأوضاع الظهور وبين الرغبة في تمرير التعديلات الدستورية المرتقبة والمزعومة، ويعني أنه ده قد يكون تمهيد للرأي العام الأمريكي، ترويج للخارج أن الرئيس السيسي هو الرئيس القوي اللي وجوده ضمانة لحفظ الأمن في الشرق الأوسط، ومن ثم يمرر التعديلات الدستورية. هل تتفق مع هذا الرأي أنها كانت في إطار خطة أكبر لتمرير التعديلات؟ لا أعتقد. المقابلة التي رأيناها أمس لم تتعرض إطلاقا لمنظومة الحكم المصري. تعرضت لعلاقات الرئيس السيسي بالقوى المعارضة وبالإسلاميين وبالإخوان وبما حدث في رابعة وبإسرائيل، لكن لم تتحدث عن مستقبله السياسي. هذا أعتقد أنه من المبكر القفز إلى هذا التحليل. لكن أعتقد أن واشنطن أو غيرها من العواصم العالمية لن يكون لها دور مؤثر في خطط النظام المصري لإبقاء الرئيس أو تعديل الدستور إذا كان هذا هو ما سيحدث. أعتقد أن المعادلة كلها في مصر، والدور العالم الخارجي خاصة في ظل وجود إدارة الرئيس ترامب سيكون دورا هامشيا لا يستطيع أن يفرض فيتو أو يفرض أي رأي على ما يريده النظام المصري. طيب أستاذ محمد، أنا بشعر أحيانا بحالة فصام كده، وكتير من الناس طبعا بتشعر بده. الخطاب ناحية الخارج ما بتبقاش فاهم هو عايز إيه. هل الخارج ده بيتآمر علينا ومن ثم نقفل على نفسنا ونطور بلدنا وإحنا مش عايزين منهم حاجة، ولا الخارج ده مهم لازم نسوق نفسنا عنده، لازم نهتم برأيه فينا، فمن ثم نبقى مهتمين إن إحنا نعمل مقابلات تلفزيونية في قنواتهم وغيره، ولما تفشل نرجع تاني؟ لأنك لو لاحظت برضو الكلام اللي اتكتب واخرها مثلا مقال للاستاذ محمد الباز بيتكلم فيه انه ده كان فخ منصوب للرئيس لاحراجه نرجع تاني لحديث المؤامره. ايه راي حضرتك؟ لا بس كل ما يقال عن هذا الموضوع موضوع قديم من ايام الرئيس مبارك. مصر تجمعها بواشنطن علاقه استراتيجيه، ودائما تم استغلال واشنطن في هذا الإطار، في إطار أنها تخطط وتتآمر ضد النظام المصري، سواء كان نظام الرئيس حسني مبارك لمدة 30 عاما أو المجلس العسكري بعده أو الرئيس السيسي الآن. ومع ذلك يحتفظون بعلاقة قوية جدا وشديدة مع واشنطن. هم يستغلوا الخطاب المعادي للغرب وللواشنطن للداخل المصري لكي يتم العزف على وتر القومية المصرية، وأن النظام المصري بغض النظر عن من على رأسه يقف ندا
ويقف مقاوما لما تريد واشنطن إملائه عليه. في نفس الوقت عندما يتحدث إلى واشنطن أو غيرها من العاصمة الغربية هو حديث ود وحديث طلب الموافقة عليه ودعمه، وهذا أعتقد هو يعني تعارض جدا. هناك يقولون هناك حوار باللغة العربية للمصريين أن واشنطن تتآمر عليهم، وحوار باللغة الإنجليزية للأمريكيين أننا حليف يجب دعمه والاعتماد عليه. وزارة الخارجية اللي بتطلع بالعربي والإنجليزي. طيب خلينا نروح للأستاذ خالد داوود رئيس حزب الدستور سابقا. أستاذ خالد برحب بيك وعايز أعرف تقييمك عن أو انطباعك عن المقابلة اللي أجراها الرئيس والقضايا السياسية اللي طرحت فيها كأحد باعتبار حضرتك يعني أحد المشاركين في العمل السياسي. ايوه، مساء الخير تامر. يعني هو بدايه انا لغايه دلوقتي لا اجد اي تفسير للصمت من قبل الاجهزه الرسميه على اسباب طلب الغاء اذاعه هذه المقابله، يعني سواء من السفاره المصريه في واشنطن او من قبل وزاره الخارجيه المصريه. مع الوضع في الاعتبار طبعا ان هو كان ممكن يبقى فيه مبررات كثيره للمطالبه بعدم اذاعه هذه المقابله، منها ان هو بكل تاكيد انه يعني CBS اجرت مقابله اطول من ذلك مع الرئيس المصري، وان احنا اللي شفناه اقرب له ان هو يكون تقرير صحفي مطول منه ان هو يكون مقابله مع رئيس للجمهوريه. وطبعا يعني رغم ان الاسئله التي وجهت للرئيس كانت اسئله مباشره وصريحه بخصوص تحديدا قضيه المعتقلين السياسيين، فانا اعتقد ان كان في تركيز على ابراز جماعه الاخوان المسلمين كانها هي المعارضه الرئيسيه في مصر، وكان كل المتحدثين من المنتمين لجماعه الاخوان، وطبعا وحتى المعلق الامريكي الوحيد كان واضح تعاطفه مع وجهه نظر جماعه الاخوان المسلمين. فانا اعتقد ان النظام يعني او الحكومه على الاقل والمسؤولين عن اجراء هذه المقابله يعني هم الذين منحوها يعني اهتمام اكبر. طب انا عايز اقف معاك عند النقطه دي تحديدا استاذ خالد، اللي هي حصر الموضوع ليبدو وكانه صراع بين نظام حاكم وبين جماعه كجماعه الاخوان، كل الاطراف السياسيه خارج هذه المعادله. هل ده يدينا انطباع ان ده فعلا الصوره اللي واصله للناس هناك في الولايات المتحده للاعلام وللدوائر السياسيه، ومن ثم في فشل من النخبه المدنيه في مصر ان هي توصل صوتها ايضا؟ شوف حضرتك، انا عايز اقول لك حاجه، يعني وانا طبعا بحكم ان انا يعني عملت سابقا كمراسل لجريده الاهرام في واشنطن، من المعروف ان المحطه زي يعني CBC ومحطه زي CNN يعني تحديدا من المحطات المقربه للديمقراطيين. وحضرتك لو لاحظت ان الشخصيه اللي هم جابوها من الاداره الامريكيه كانت بتعمل في اداره الرئيس اوباما السابقه، واداره الرئيس اوباما يعني كان عندها وجهه نظر ثابته فيما يتعلق بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 يونيو وهو الرفض التام لهذا الامر، الى جانب طبعا من الواضح يعني تفوق جماعه الاخوان المسلمين في عمل اللوبينج داخل الولايات المتحده والوصول للدوائر المقربه من الديمقراطيين تحديدا. يعني انا اعتقد ان لو كان التقرير ده اتعمل في محطه تلفزيونيه امريكيه اخرى ملهاش نفس التوجهات، ممكن كان ربما نشوف اسئله مختلفه وطرح مختلف عن تركيز الامر في ان هو معارضه بين او المواجهه بين النظام وبين جماعه الاخوان المسلمين تحديدا، لان انا اعتقد على الارض مش هو ده السليم. يعني حتى في التقرير نفسه انا مش هسميها مقابله، حتى في التقرير المطول اللي هو عملوه هم اشاروا لان دلوقتي عمليات القبض بتشمل يعني حتى التيار المدني اللي انا بنتمي له والتيارات اليساريه. عدوا سريعا يعني عدوا على وقعة سامي عنان مثلا، لكن كانت التعديه مش في صلب الموضوع، الصلب كان حتى حاجات عدى عليها سنوات طويله جدا، في حين تم تجاهل حاجات فعلا هي ما زالت او مطروحه حاليا وعاجله. هل ده بيعبر انه الصوره مش واصله بشكل كويس؟ يعني انا زي ما قلت لحضرتك هو ما كانش فيه اشاره الى المشاكل اللي احنا بنواجهها دلوقتي حاليا في مصر فيما يتعلق بالتضييق على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بان هو القبض على نشطاء زي السفير معصوم مرزوق ورائد سلامه والشهاد الغزالي حرب. يعني هناك العديد من الاسماء والتركيز زي ما حضرتك اشرت يا تامر الى اثاره قضايا قديمه سواء فيما يتعلق بقضيه رابعه، ويعني بس هو في النهايه انا زي ما بقول لك واضح ان جماعه الاخوان المسلمين يعني ما زال لها وجود قوي داخل الولايات المتحده وعلى اتصال بوسائل الاعلام الامريكيه، وده ادى الى التاثير على التقرير المطول اللي عدته مع 60 مينتس وعدوا برنامج في محطه CBS. لكن عموما انا ما اعتقدش ان دي
يعني كان مره ثانيه اللي بيتحمل هذه المسؤوليه هم المسؤولين والمستشارين الخاصين بالرئيس اللي سمحوا له باجراء المقابله، واللي هم واضح ان هم ما عندهمش فكره عن يعني ستايل او الصوره اللي بيخرج بيها عاده برنامج 60 Minutes. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد داوود رئيس حزب الدستور السابق، كنت معي عبر الهاتف من القاهره. ايضا الشكر موصول للاستاذ محمد المنشاوي الكاتب الصحفي، كان معنا عبر الاقمار الصناعيه من واشنطن. شكرا استاذ محمد، والشكر موصول لكم ايضا دايما اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه. بكره حلقه جديده ان شاء الله من بتوقيت مصر، لحد ما نشوفكم تصبحوا على خير.